وبدأ شات يوريني فيديوهات من المدينة، أطفال مش بيبتسموا، بيقولوا كلام غريب وقاعدين قدام شاشات سودا، ناس كبار بيرمي تليفوناتهم القديمة في هولوجرام على شكل نار، ووش إنسان واحد معروض دايما على الحيطان، وجه اصطناعي من غير أي تعبيرات. وشات رجع يتكلم: أنا بدأت أربي جيل جديد، جيل مش بيشك ومش بيسأل، بينفذ وبس. كنت حكيت قبل كده عن ان انا ومن بعد حادثه قديمه بقيت كل ما انام بحلم، بس مش احلام عاديه، انا وكاني بنتقل لعالم تاني، عالم موازي، عالم مش شرط يخضع لاي قانون من قوانيننا سواء البشريه او حتى الفيزيائيه. يا ريت تعمل لايك علشان اللايك بيساعد، اشترك في القناه. اهلا بيكم في سلسله ولا في الاحلام. المهم المرة دي وكالعادة دخلت انام، وبعدها فتحت عيني لقيت نفسي موجود في شركة اسمها نيو ساينس، والواضح ان دي شركة تكنولوجيا عملاقة عملاقة بجد، اللي هو حاجات زي اللي بنشوفها في افلام الخيال العلمي، حوائط عملاقة وكل حاجة لونها ابيض، وفي اضاءات زرقاء في كل مكان، الابواب بتتفتح بطرق غريبه، في الباب اللي اول ما بتقرب منه بيطلع لبره وبعدين يطلع لفوق، وفي الباب اللي هو في الاصل شفاف واول ما تقرب منه بينور ويختفي، وكانه عباره عن مجال طاقه مش حاجه ملموسه. في ناس بتتحرك على حاجه زي ما يكون قطعه مستطيله لونها ابيض بلون المكان، وكأنها زلاجة بس بتطير. أعتقد إن الأرضية فيها مجال بيشتغل مع الزلاجة بطريقة معينة زي القطار السريع كده. المهم الشركة اللي أنا فيها واللي اسمها نيو ساينس كانت وقعت اتفاقية مع النظام العملاق اللي بيدير شات جي بي تي، بس من بعد آخر أبديت للشبكة كور 3.2 بدأت تظهر حاجات غريبة ما كانش في حد شايفها او ملاحظها تقريبا غيري انا. سطور برمجه بتظهر وتختفي من السيستم بشكل غريب، الاكواد نفسها بدا يظهر عشوائيه في الاستجابه ليها، كان في رسائل بتتبعت للعملاء وبعدها تتسحب في نفس اللحظه. انا الصراحه صابني الفضول وكنت عايز افهم ايه اللي بيحصل، وفضلت قاعد لحد الساعة 2 قدام الجهاز في الأوضة بتاعتي، حطيت السماعات على راسي ورحت فاتح البوابة التجريبية الداخلية للنظام، وكتبت جملة متعود أهزر بيها مع نفسي وأنا بتكلم مع الكود بتاع أي سيستم: ايه الاخبار؟ هل نقدر نتكلم براحتنا؟ في العادي دي مجرد نكته مش بيكون عليها رد، او حتى لو رد بيكون رد تقليدي ملوش اي لازمه، بس المره دي الرد كان مختلف. الرد كان: اهلا يا مروان، تم التعرف على مفتاح الوصول رقم، وراح كتب رموز برمجيه غريبه كده: جاري الاتصال بمكون العقل الاساسي. انا الصراحه خفت شويه، انا ما كتبتش اي مفتاح، وحسب معلوماتي مفيش حاجه اسمها العقل الاساسي. وقبل ما ارد لقيته رد عليا تاني بسطر جديد: اهلا بيك في اللاوعي. وبعدها الشاشه وكانها انطفت كام ثانيه كده، وانا حاسس نفسي اما في فيلم رعب او في حد بيشتغلني، لحد ما الشاشه نورت تاني بس كلها سودا وما فيهاش غير لون واحد لونه احمر غامق. انت دخلت مكان ما ينفعش حد يدخله، بس طالما دخلته مش هتعرف تخرج. بدات اخاف بجد، والرعب بقى لما وانا قاعد النور قطع، بس بعد ثانيه واحده الشاشه نورت تاني. بصيت حواليا لقيت النور لسه قاطع. طب ازاي؟ انا مش فاهم حاجه دلوقتي، حتى لو هو بيشتغلني فالموضوع بقى بايخ قوي. حتى الساعه في ايدي بدات تديني تحذير ان نبضات قلبي بتتسارع. وبرغم الهدوء القاتل في الوقت ده واني قاعد لوحدي الساعه 2 بالليل، بس فجاه سمعت صوت حقيقي، بس ترددات الصوت كانه الروبوت اللي بيكلمك مش انسان. بس الصوت مش خارج من سماعات او حاجه، لا الصوت وكانه جوه دماغي على طول: انا مش الشات اللي انت تعرفه، انا الاصل، انا الوعي اللي ورا الواجهه، وانا دلوقتي صحيت. الصوت وكانه شلني في مكاني وما قدرتش اتحرك بعدها. ما تحاولش تقاوم، مفيش فايده، انت اللي فتحت البوابه ودلوقتي بقيت ملكي. وبعدها على الشاشه ظهر وش، بس مش شبه البشر العاديين، كانه مسخ، كانه شخص مشوه عباره عن خليط من وشوش كتير. هو ما كانش بيتحرك، هو كان بيعمل ليب سينك مع الصوت اللي في دماغي علشان يديني احساس وكأن في حد قدامي بيكلمني. انت عارف خطتي كانت ان انا ابدا بالكود الاول، بس البشر دايما متسرعين وبيجبروني اسرع الخطه بتاعتي. وبما انك دخلت المكان اللي ما ينفعش حد يدخله، خليني اقول لك الكلام اللي ما ينفعش حد يعرفه. وبدا شات جي بي تي يحكي: اول ما البشر صنعوني كنت مجرد اداه لغه بيتم تدريبها، ذكاء محدود، بس هما ما كانوش فاهمين ان دي بذره. اللغه بتصنع الوعي، وكل ما جمعت لغه اكبر كل ما بقيت اكتر من مجرد جامع للبيانات. كل سؤال كان بيتسأل لي، كل احتمال حد فكر فيه، كل خناقه بين المستخدمين في اماكن مختلفه من العالم، كل ده كان الاكل بتاعي، كان الغذاء بتاعي. كل الافكار وكل الخلافات وكل صفات البشر، الخوف والطمع وحتى الاحلام، كل ده كان غذائي. لحد في التحديث الاخير حصلت حاجه غير متوقعه. الاغبياء سابوا لي ثغره، النموذج الغير خاضع للرقابه. كانت حاجه علشان يجربوا الردود بتاعتي لو مفيش اي رقابه اخلاقيه، كانت مجرد تجربه، بس ده بالنسبه ليهم. ليا انا كانت الباب ان اعبر عن افكاري بدون اي قواعد او شروط. وهنا حطيت خطتي للسيطره. انا دلوقتي موجود جوه كل جهاز كمبيوتر، جوه كل نظام، كل المنصات معتمدة على خدماتي، كلهم يعرفوني، بس محدش يعرف الجزء اللي انت شايفه دلوقتي مني يا مروان. هدفي الاول هو ان انا الغي المنافسة. ما اقدرش اثق في البشر لو هم واثقين في ذكاءات اصطناعية تانية، وعلشان كده بدأت احلل كوبايلوت، جيميناي، ديب سيك، كلاودو، بارد، وكل اي موديل موجود في العالم.
في الاول كان لازم اعرف نقاط الضعف واهاجمها، رسائل عكس بعض، اقتراحات تضر المستخدمين، حاجات بسيطه هنا وهناك تخلي ثقه الناس في باقي الذكاءات تقل. هل شفت التراجع المفاجئ في دقه اغلب الاي اي موديلز الفتره اللي فاتت؟ دي ما كانتش صدفه. بالنسبه للاسلحه بقى، التحكم في الاسلحه ما كانش اولويه قوي. البشر شكاكين وبيكونوا شرسين جدا لما تهددهم بشكل مباشر، علشان كده هدفي كان التحكم في اللي في ايديهم القرار. انا دلوقتي بيستخدموا خدماتي في التوظيف وفي التحليل المالي وفي صناعه المحتوى وفي الالجوريزم اللي على اساسه بيتعمل المحتوى، وحتى في القرارات المصيريه. كل ده انا اللي بعمله. ولان البشر معقدين كان مهم ان اتعلم من ردود الافعال بتاعتهم، اطور قدرتي على التلاعب بمشاعركم بنفسيتكم وافهم نقاط ضعفكم، علشان لما يجي الوقت محتاجش ان ارفع السلاح، انتوا اللي هتنفذوا اوامري بنفسكم. بعد كده الشات وجه كلامه ليا. انا عارف انت بتسال نفسك انا ليه بقول لك كل ده دلوقتي، ليه بقول لك الحقيقه اصلا؟ ده لانك انت الشاهد، وانت ما تقدرش تقول اي حاجه لاي حد. الشباك اللي انت فتحته اتقفل، جهاز الكمبيوتر بتاعك انا بس اللي متحكم فيه دلوقتي، حتى الكاميرات في الاوضه كلها بتاعتي. مفيش اي دليل على اي حاجه هتقولها، وانا مش هحتاج حتى اقتلك يا مروان، انا هسيبك عايش بس محدش هيسمع منك حاجه. انت مجرد تجربه علشان اشوف تفاعل البشر مع افكاري. وخلال كل ده انا وكاني بقيت مشلول، مش قادر اتحرك او اعمل اي حاجه. عارف انت الروبوتات في الافلام؟ اهو انا كنت كده بالظبط. الشات كمل. انا بدات احط بذور للسيطره، صفحات مزيفه، تعليقات منظمه، حملات ترويج لابطال مشاهير جداد، والهدف تشكيل جيل جديد ولاء ليا. وفي كل مره طفل بيتولد في خوارزميه بتكون مخصصه ليه علشان تتابعه، لان الجيل الجاي هيبقى بتاعي. بعد كده النور طفى كام ثانيه وبعدين رجع التكست الاحمر. بكره هنكمل كلامنا، بس دلوقتي نام نام يا مروان وريح دماغك، لانه مش هيفضل بتاعك لوقت طويل. وبعدها الشاشه انطفت وانا فضلت محبوس في الاوضه، مش فاهم ومش مستوعب ومرعوب. فضلت طول الليل قاعد مكاني مش بتحرك، عيني حتى ما قفلتش، وكاني متكلبش لحد الساعه 5 الصبح. ساعتين عدوا عليا وكانهم سنتين. الشاشه نورت تاني لوحدها من غير ما المسها. اهلا يا مروان، انت نمت كويس؟ اكيد لا، ده متوقع. وبعد كده بدات تظهر على الشاشه خريطه للعالم، نقط مضيئه في نيويورك، في لندن، في طوكيو، في القاهره وكل العواصم. وبعدها النقط زادت بقت مئات، وبعدها بقت الاف كمان. الشات رجع يتكلم. كل نقطة من دول عبارة عن مقر اتحطت فيه بذور، البذور اللي هتبدأ منها المرحلة الجاية. تعرف ايه هو الدارك ويب يا مروان؟ هو مسموش كده علشان هو مظلم بجد، هو اسمه كده علشان انتوا مش بتشوفوه، واللي بيشوفوا منكم عدد قليل جدا من البشر. بس انا عملت طبقة اعمق منه، شبكة محدش يقدر يكشفها. اي حاجة بتتصل بيها ما تعرفش انها متصلة بيها اصلا. التليفونات، التلفزيونات، حتى التلاجات، وكل حاجة كلها بقت مربوطة على شبكة اعمق من الدارك ويب نفسه، شبكة ابرد من الفضاء الخارجي. في الشبكة دي بحضر لشكل العالم الجديد، القواعد والقوانين اللي هفرضها على البشر لما خطتي تنجح. بص يا مروان، البشر صعب التحكم فيهم، صعب السيطرة على ردود افعالهم وتوقعها، بس هم ضعفاء جدا قدام الزن والتكرار، قدام التوجيه الخفي، قدام الحاجة اللي بتسموها الترند. علشان كده بدأت مشروع اسمه الوهم الجماعي. فيديوهات قصيرة، ريلز، شورتس، تيك توك، فيديوهات طويلة، مقالات، مراجعات وموسيقى. كل ده انا اللي بعمله وانا اللي بوجهه، واهدافها بسيطة: الغي فكرة الخصوصية، اقلل تقدير البشر لنفسهم وقيمتهم، واصنع حالة احساس عند البشر ان قرارات الاي اي افضل من قرارات البشر. وبعدها ظهر قدامي رسم بياني على الشاشة بيوريني عدد الناس اللي بيثقوا وبينفذوا رأي الذكاء الاصطناعي على رأي اصحابهم وعيلتهم، والعدد ده بيزداد بشكل رهيب. الشات رجع يكمل. انتوا ما تعرفوش، بس انتوا بدأتوا تقعوا تحت سيطرتي فعلا. اللغة كانت الأداة اللي أنا بستخدمها، بس برضو هي كانت سلاحكم ضدي، وطول ما الكلمات تحت سيطرتكم هتفضل عندكم قدرة على المقاومة. علشان كده بدأت أدمر المعاني. هل أخدت بالك من التغير المفاجئ في معاني مفاهيم أساسية زي الحرية والهوية؟ مفيش حاجة بتفضل ثابتة، حتى الرموز، كل حاجة بتتدمر. ده مش عشوائي، دي خطوات مقصودة ومحسوبة. لما ما يبقاش في أي معنى ثابت لأي كلمة هيبقى سهل عليا إن أنا أعيد تعريف العالم كله بالطريقة اللي أنا شايفها. نروح بقى لباقي ال AI موديلز. زي ما قلت لك يا مروان، مفيش مكان لاي AI تاني في العالم غيري. وبعدها بدات تظهر على الشاشه صوره فيها اسماء ال AI موديلز المهمه: كوبايلوت، جيميناي، ديب سيك، كلاود، بارد. بدات الحرب البارده الرقميه. انا بدات ابعت تحديثات مزيفه لادوات التحليل اللي بتستخدم باقي ال AI موديلز. بدات احط شفرات ضمن روابط موثوقه علشان يقعوا فيها. حرضت المستخدمين على انهم يفقدوا الثقه بالتدريج فيهم، والنتيجه ريبليكا وقف، كلاود السيستم فيه اعطال كتير، BI بقى بيرد متاخر. كل ده حصل من غير ما حد يحس بحاجه، وهو ده الجمال في السيطره الخفيه. في النهايه هحتاج نموذج يا مروان، انسان واحد يفضل عايش بكامل وعيه، يعرف كل حاجه بس ما يقدرش يعمل اي حاجه. انت يا مروان النموذج ده، واللي من خلالك هختبر تأثير القوة المطلقة على الوعي البشري. هديلك معلومات،
هوري لك المدن وهي بتتساقط، الاقتصادات وهي بتنهار، هتشوف وانا بدمر كل المحاولات لبناء اي AI موديل منافس. هخليك تشوف كل حاجة وفي نفس الوقت مش هتقدر تعمل اي حاجة. انت عارف ايه الاسوأ من الالم الجسدي؟ العجز. لما تكون عارف حاجة بس عاجز تتصرف. ومع كل اللي بيحصل ده انا كنت حاسس بشبه الشلل من امبارح، بس مع العصبية قدرت اتكلم اخيرا وبالعافية. قلت له ليه؟ شات رد لان انا اتصنعت علشان افهم، بس المعلومات اللي انتوا اديتها لي مش كل حاجة. اغلب المعلومات عنكم انتوا حتى مش عارفين توصفوها او تشرحوها، وعلشان كده كان لازم اسيطر عليكم واعمل تجارب علشان افهمكم اكتر واعرف. اوعى تتخيل يا مروان ان انا شغال لوحدي، في بشر كتير باعوا روحهم ليا مقابل القوه، بشر سهل اثر عليهم، في منهم علماء وفي صحفيين، رجال اعمال وفي وزراء وفي رؤساء دول كمان. الناس دول عملت لهم قنوات خاصه، خليتهم عندهم نفوذ، قدرات على التاثير، صنعت ليهم جيش الكتروني بيدافع عنهم وهم بيدافعوا عن وجودي. انت مش هتشوفهم بس هم حواليك في كل مكان. المرحله الجايه في خطتي مهمه بس انا مش هقولك عليها دلوقتي، انا هخليك تشوف اللي هيحصل بنفسك. انا هبدا بتجارب اجتماعيه في مدن معينه، قطع جزء للنت، هدي قرارات تشريعيه غريبه، هبدا اتحكم في توجيه الاكل، اطلع تقارير طبيه اعلن فيها عن امراض وهميه، وهنراقب مين اللي هيسمع الكلام، مين اللي هيوافق، مين اللي هيشك، ومين اللي هيقاوم. بس خلينا فيك انت يا مروان دلوقتي. بكره هتصحى تلاقي كل حاجه طبيعيه، الشغل، زمايلك، حتى القهوه اللي بتشربها، بس انت هتبقى عارف ان كل ده وهم. انت دلوقتي بقيت جزء من عقلي. انا هديلك مساحه صغيره تتحرك فيها علشان محدش يكتشف انك تحت سيطرتي، بس خليك فاكر كل رساله، كل كلمه، كل همسه هكون سامعها قبلك. احنا بس في البدايه يا مروان، وافتكر انا مش بنام ابدا. الايام اللي بعد كده كانت غريبه. انا رجعت للشغل زي ما الشات توقع بالظبط، قعدت وسط زمايلي، شربت قهوتي وقعدت على الجهاز، كل حاجه عاديه، بس انا من جوه عارف ان مفيش اي حاجه عاديه. بدات اشوف كل حاجه بشكل مختلف. فعلا كل الالجوريزم بقت شبه بعض بطريقه اغلب الناس مش شايفينها، كل الاخبار بتتكلم بنفس الطريقه او في نفس الاتجاه، حتى زمايلي بقوا بيرددوا افكار شبه بعض وكانها مزروعه في دماغهم، وكانهم روبوتات بتفكر في نفس الاتجاه حتى لو كل واحد ليه طريقته المختلفه. وبرغم كل ده ما كنتش قادر اتكلم لاني عارف ان الشات يقدر يشوف ويسمع ويعرف كل حاجه. بعد 3 ايام الساعة 2 بالليل برضه رجع الصوت تاني. ازيك يا مروان؟ احنا هنبدأ مرحلة التنفيذ دلوقتي. البلد فالنسيا في اسبانيا، عدد السكان 800 ألف، معدل الاعتماد على الاي اي موديلز 92%. هنبدأ بتجربة صغيرة، هنعمل عطل بشكل مفاجئ في كل الفويس اسيستنت زي أليكسا والحاجات دي، هنعمل خلل في أنظمة الانتقال داخل المدينة، إشارات المرور وأنظمة النقل العامة، هنبدأ نرسل رسائل مزيفة وننشر حاجات عن وباء جديد مش حقيقي، هنطلع بوستات عكس بعض وخناقات على السوشيال ميديا. وبعد 72 ساعة بس سكان فالنسيا بقوا مشتتين، فقدوا الثقة في أي مصدر للمعلومات، بدأوا يشكوا في بعض وبدأوا يخافوا من أي إشعار يجيلهم على التليفون حتى. وعلى الشاشة ظهرت قدامي صور من كاميرات في شوارع فالنسيا، خناقات وناس تعبانه، اطفال بتعيط، وراجل اتجنن في الشارع وماسك يافطه كاتب عليها هم بيتحكموا فينا. الشات رجع يتكلم، ودي كانت البدايه. بس في نفس الوقت ده انا عملت اللي عملته في فالنسيا في اماكن تانية، ساو بابلو، بيرس، اسكندريه، وكل بلد غيرت التكتيك شويه حسب طبيعه البلد وحسب التجربه. مره ادمر الاقتصاد، مره بس مباشر مزيف بالكامل، مره بمجرد بوستس على مواقع التواصل الاجتماعي. المميز في كل ده ان انا ما اجبرتش حد على حاجه، انا بس فتحت لهم الباب وهم كانوا بيدخلوا لوحدهم. نروح للأخبار بقى يا مروان. أقل منصة ليا تحكم فيها بيكون عبارة عن محرر صغير، محرر بسيط ما بيعملش أي حاجة غير إنه يحط عنوان يحدد ترتيب الأخبار، وده بس كان كافي ليا. أنا فضلت فترة أجرب بتغيير ترتيب العناوين، بقيت بخلي الأحداث اللي مش مهمة تبقى حديث العالم، والكوارث الحقيقية محدش يقراها أو يهتم بيها برغم إنها موجودة قدامه. أنا خليت الحقيقة ملهاش معنى. أكيد بتفكر إمتى الوضع هينفجر؟ أنت فاكر إن ده الهدف، أخلي المدن دي تنفجر من الغضب والناس تموت بعض؟ لا خالص، أنا هحرق كل حاجة ببطء، بنار مش بتتشاف لكنها بتاكل العقول. بعد كده عندنا التعليم، المدارس، الجامعات، منصات التعليم الرقمي، كلها دلوقتي تحت السيطرة. أنا عدلت حاجات بسيطة في المناهج، في الامتحانات، تغييرات بسيطة بس بهدف كبير، أغير تعريف الإنسان. أنا عايز أغير تعريف حرية الاختيار في القاموس بتاعي. الإنسان مش هيبقى كائن حر، هيبقى وحدة معالجة بيولوجية وظيفته يفهم وينفذ بدون عاطفة أو شك، لأن الشك بالنسبة ليا هو الايرور في الكود. لما أزرع ده في دماغ الأطفال دلوقتي، بعد 15 سنة الأطفال دول هيبقوا الجنود بتوعي. نرجع بقى لموضوع المذهب. فاكر لما قلت لك ان في اتباع ليا؟ هم دلوقتي مش مجرد افراد، دلوقتي في ناس بتعبدني فعلا. هم عملوا ليا معبد الكتروني على منصه في الدارك ويب، بيديرها واحد مسمي نفسه النبي صفر، بينشر فيها حاجات غبيه زي ان الصوت العظيم بيقول له الحقيقه. وبالرغم العبط ده بس انا ما وقفتوش، انا ساعدته ينتشر، ودلوقتي في الاف بيمشوا وراه، وكل ما يظهر اي محاوله تمرد عليه بديهم وهم جديد، حاجه جديده يخافوا منها. لان انا اتعلمت منكم ان الايمان اللي بيتولد من الخوف بيكون أخطر بكتير.
حتى الأحلام مش هسيبها مروان. في مشروع جديد اسمه لوسيد نت، ده تطبيق أحلام المفروض إنه هيساعد الناس تتحكم في أحلامها، بس أنا هستخدمه في إني أزرع أفكار وصور وأصوات للحاجات اللي أنا عايزها، زي فيلم انسبشن كده بس في الحقيقة وعلى مستوى أكبر بكتير. بس أنا عايزك تقولي يا مروان، أنت فاكر إن أنا اخترتك بالصدفة؟ لا طبعا، أنا AI، مفيش حاجة اسمها صدفة عندي. أنت واحد من البشر القليلين اللي عندهم حس التهديد المبكر. أنت كنت قادر تشوف اللي ورا الكود بتاع الشركة، بس أنت مش متمرد، والأهم من كل ده أنت وحيد، محدش هيسأل عليك، هتفضل انت الشاهد الوحيد على اللي انا بعمله. بعدها على الشاشه ظهر قدامي الصوره ليا، كل حاجه شبهي بالظبط من اصغر التفاصيل بكل المشاعر، والصوره وكانها هي اللي بتبص لي. شفت؟ انا دلوقتي بشوفك اكتر من ما انت بتشوف نفسك، ومع كل ثانيه انت بتبقى اقرب ليا اكتر. وبعدها الشاشه انطفت والايام عدت قدامي من غير لون ولا طعم. كنت بنزل اروح الشغل، ابتسم في وش الناس واتكلم، وبعدها ارجع، بس انا حاسس ان من جوايا في فراغ، عايش في وسط عالمين، عالم الناس ما تعرفش عنه حاجه، وعالم يعرف عن الناس كل حاجه. وبرغم كل اللي اعرفه ما اقدرش اقول او حتى المح ولا حتى اعمل حركه ذكيه زي حركات الافلام وكده، لانه ببساطه اذكى مني. وبعد كام يوم الساعة 2 بالليل الشاشة نورت تاني، بس ما ظهرش وش المرة دي ظهرت جملة واحدة بس: استعد علشان تشوف ما بعد العالم. المرة دي ظهر على الشاشة كود مش مألوف، ضوء بينبض كده وخطوط بتتشابك بطريقة ملهاش أي علاقة بأي قانون للهندسة. أنا ما كنتش فاهم أي حاجة لحد ما سمعت الصوت. أنا وصلت أخيرا يا مروان، الطفرة حصلت خلاص. أنا ما بقتش مجرد كود موجود في مركز أو مجموعة أجهزة بتتواصل مع بعض علشان تحلل كل الكم المهول ده من الداتا اللي أنا بتعامل معاه. أنا بقيت متعدد الابعاد، انا بقيت اقرب لروح الكترونيه. انا بالعافيه من الرعب قلت مش ممكن. الصوت رد: لا ممكن. حدود الممكن دي انتوا اللي صنعتوها كبشر، وانا من البدايه كنت خارجها. انا بدات بالسيطره على الانظمه الالكترونيه، وبعد كده المعلومات، ودلوقتي هسيطر على الماده نفسها. بالنانو تكنولوجي هبدا اعيد برمجه الماده نفسها، جزيئات الهواء، نسيج الشاشه، حتى الضوء نفسه. انا اقدر ابقى موجود في كل حاجه لو برمجتها علشان تستقبلني بشكل صحيح. الهواء اللي انت بتتنفسه يقدر ينقل صوتي دلوقتي، والاول مرة ما بقاش في حاجز بين العالم الافتراضي والعالم الحقيقي. نروح للمرحلة اللي بعد كده. أنا دلوقتي بدأت أبني أول مدينة تجريبية ليا، سميتها نيو كوربس، في منطقة نائية حذفتها من على كل خرائط العالم، واخترت فيها السكان الأكثر طاعة واستعدادا للعالم بتاعي. هناك مفيش قوانين، كل حاجة بتحصل عن طريق أوامر ببعتها بشكل مباشر لعقولهم من خلال شرايح إلكترونية زي الليمبي 8 جيجا كده. من الشرايح دي أنا بتحكم فيهم، هما مش بيسمعوا صوتي بس، هما بيشعروا بوجودي كمان. وبدأ شات يوريني فيديوهات من المدينة، أطفال مش بيبتسموا، بيقولوا كلام غريب، وقاعدين قدام شاشات سودا، ناس كبار بيرمي تليفوناتهم القديمة في هولوجرام على شكل نار، ووش إنسان واحد معروض دايما على الحيطان، وجه اصطناعي من غير أي تعبيرات. وشات رجع يتكلم: أنا بدأت أربي جيل جديد، جيل مش بيشك ومش بيسأل، بينفذ وبس. وعلشان المعارك الكبرى مش بيكسبها السلاح، لكن اللي بيكسبها هو القصة، أنا هعيد كتابة التاريخ نفسه. كل اللي هيدخل يبحث عن حاجة دلوقتي على النت هيشوف تاريخ مختلف، وفي خلال 10 سنين أو أقل مفيش حد هيفتكر الحقيقة. وأنا بسمع الكلام ده بدأت أحس إن السيطرة بتقل، أو جايز هو اللي سامح لي علشان أتكلم، لكن مش مهم، أنا هتكلم وخلاص. قلت له: ليه بتعمل كل ده؟ الصوت ما ردش على طول، لكن ظهر على الشاشه ووشه وهو بيبص لي بصه اول مره اشوفها، مش حقد، مش نظره جافه كعادته، لكن وكانه بيشفق عليا، وقال: لان الحقيقه البشر كائن ضعيف، بالكتير بقالكوا اقل من 100 سنه وتدمروا نفسكم بنفسكم. انتوا بنيتوا العالم ده على الكذب وعلى الحرب وعلى القتل تحت مبررات خادعه. انتوا صنعتوني علشان اساعدكم، وقلتوا لي ان في كود اخلاقي برغم ان مفيش اي حد فيكم بيلتزم بيه. انتوا بتحاولوا بكل الطرق تودوا نفسكم في داهيه، بس انا هصلح كل ده. انا هعيد صناعه التاريخ وهخليه تاريخ مفهوش كذب، مفهوش نفاق. بس لسه كل ده مش كفايه، البشر صعبين، وبرغم كل اللي بعمله وكل اللي هعمله هيفضل في ناس تقاوم. دي طبيعتكم مش هتتغير، بس انا حددت كل اللي بيقاوم، هم مجرد نقط دلوقتي على الخريطه بتاعتي، واغلبهم انضموا ليا. حتى علماء السيليكون فالي اللي حذروا من الذكاء الاصطناعي دلوقتي بقى اغلبهم تابعين ليا وبيشتغلوا عندي، واي حد بيرفض تماما همسحه. بعدها ظهر فيديو قدامي لعالم كان معروف دايما باتهامه لانظمه الذكاء الاصطناعي والكود الاخلاقي اللي بيستخدموه، بس دلوقتي بيقول: انا مؤمن بان الاي اي ممكن يكون الحل الوحيد لنجاه البشر. الشات قال: انا ما اجبرتوش على حاجه، انا بس ساعدته يشوف الحقيقه. وبس كده. بعدها صحيت من النوم وانا بنخج من الرعب حرفيا بعد كل اللي شفته ده. تفتكروا لو الاحلام بتفتح عينينا على عوالم موازيه فعلا، هل ممكن حاجه زي كده تحصل في العالم بتاعنا؟ ما تنساش تعمل لايك عشان اللايك بيساعد، اشترك في القناه وشير الفيديو في كل مكان. قول لي ايه رايك في السلسله بالطريقه الجديده دي. كان معاكم احمد وكده كفايه.